السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم بسبوسه باللبن اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه بزاف، مقادير بسيطه وطريقه سهله، واهم حاجه انها كتوجد بسرعه. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ المول اللي غادي نطيب فيه البسبوسه، غادي ندهنو بالزبده. بالنسبه للقطر ديالو فيه 28 سنتيم، يعني هذا هو العبر ديالو باش ما كتجيناش غليظه بزاف وما تجيناش رقيقه. غادي ندهنو بالزبده مزيان وغادي نرشو بالسميده رقيقه على هذا الشكل، وغادي نحتفظ به جانبا. على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو لهاد البسبوسة، عندي نصف لتر ديال اللبن. من الافضل انه يكون يعني اللبن اللي كنشريوه من عند الحانوت، فكتجي ناجحه به وكتجي معلكه. عندي 3 ديال البيضات، عندي كاس الا ربع زيت نباتيه، كاس الا ربع من السكر سنيده، قبصه ديال الملحه. بالنسبة للسميدة عندي 2.5 كيسان ديال السميدة رقيقة، اللي الخاصة اللي كنديرو بها الحرشة، و2 أكياس من خميرة الحلويات. عندي نصف كأس ديال اللوز. بالنسبة للوز يعني كيبقى اختياري، اللي ما عندوش يمكن له يعوضو بكاوكاو، ولكن اللوز كيعطي واحد النكهة اللي زوينة بزاف. غادي نطحنو. طحنت اللوز كما كتشوفوا حتى ولا لي يعني بودغ. بالنسبة لهاد البسبوسة غادي نخلطها هكا في مولينكس كما كتشوفوا. غادي نوضع البيض هو الاول، ضروري ما يكون بحراره المطبخ باش كتجي الوصفه ناجحه معنا. غادي نضيف قبصه ديال الملحه سنيده، كاس الا ربع ديال السكر سنيده. غادي نضيف كاس الا ربع من الزيت النباتيه. غادي نضيف كاس يعني نصف كاس ديال اللوز اللي طحنت. كما كتقدروا تعوضوه بكاوكاو اولا تعوضوه بالكوك حتى هو كيجي زوين. بالنسبه للبن غادي نضيف نصف لتر يعني كامل، وكنأكد انه يكون يعني اللبن اللي كنشريو من الحانوت، فكيعطيها واحد التعليكه، واحد النسمه زوينه بزاف، افضل يعني من الاخر اللي كنشريو يعني بالعبار. ودابا غادي نضيف السميد. بالنسبه للسميد كما قلت عندي 2.5 كيسان عنبه من السميده الخاصه بالحرشه. وفي الاخير غادي نضيف 2 اكياس من خميره الحلويات. صافي دابا غادي نطحن كلشي في المولينكس، غادي نطحنو مزيان. وهذا هو القوام ديالها، يعني كتجي خفيفه. راكم عارفين السميده كل ما قلتات كل ما كتشرب. دابا غادي ناخذ المول اللي دهنت من قبل، غادي نخوي فيه الخليط ديالنا. بالنسبه للفران ديجا كيسخن، ضروري ما يكون الفران سخون مزيان. عاد ندخلوا ليه هاد البسبوسه. بالنسبه يعني درجه الحراره غادي نطيبو على 180 مده حتى 30 دقيقه، ما نفوتوش 30 دقيقه باش ما تقصحش لينا. وهذا هو الشكل ديال البسبوسه ملي خرجتها من الفران. غادي نستناو عليها حتى تبرد شي شويه، عاد من بعد نزينوها. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما حيدتها من المول. دابا غادي ندهنها بالعسل. تقدروا تدهنوها باي حاجه متوفره عندكم، الكونفيتور الخاص بالحلويات اولا الناباج. انا غادي ندهنها بالعسل، هو اللي متوفر عندي. ما تحتاجش نسقوها بالسيرو، حيت غير بهاد الكميه ديال العسل راه كتجي شاربه وكتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للتزيين انا غادي نزينها بلوز كونكاسي. تقدروا تزينوها باي حاجه متوفره عندكم، لوز ايفيلي او الكوك ولا اي حاجه متوفره. فراه شتا الشكل ديالها كيجي زوين والمذاق كيجي اكثر من رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه كما كتشوفوا، يعني دغيا كتوجد، كتاخذ منا واحد الوقت كبير. حتى بالنسبه للمقادير سهله، ما كاينش شي حاجه كثيره. حتى بالنسبه للوز كما قلت راه اختياري، وتقدروا تعوضوه اما بالكاوكاو او يعني بالكوك. وكتجي زوينه بزاف، كتجي فتيه توجدوها هكا للكوتي ولا للضياف، فكتجي رائعه. انا متاكده انها غادي تعجبكم. كنتمنى ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير، وما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم. بالصحه والراحه، وخليت لكم الراحه.